في الحلقة دي هقولك على 3 قواعد ذهبية لو طبقتهم وحافظت عليهم هتقدر انك تبني حياة مالية مستقرة ليك ولأسرتك، وهتتحول من شخص عادي إلى مدير مالي لحياتك. اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فلوسك تحت السيطرة، واحنا في الموسم الاول واللي بنتكلم فيه عن قواعد المال. وفي الحلقة دي معادنا مع القواعد الذهبية للحياة المالية المستقرة. ولو اول مرة تشوفنا ممكن ترجع للحلقات اللي فاتت، هتشوف وتتعرف على قواعد مالية هتفرق جدا في حياتك، وده لاننا بنقدمها لك بصورة سهلة وبسيطة وبدون اي تعقيد او كلاكيع. ويا ريت كمان تتابع معانا باقي الحلقات لاننا بنقدم لك خلاصة الخلاصة في فهم قواعد المال، وبنقدمها لك على طبق من ذهب. القاعدة الأولى: التحكم في المصاريف أولى من زيادة الدخل. معظم الناس بتركز على اني ازاي ازود دخلي، وبينسوا ان المصاريف العشوائية هي اللي بتاكل الدخل مهما كبر. الشطارة مش انك تكسب اكتر وانت ايدك مخرومة، لكن الوعي المالي الحقيقي هو انك تعرف الاول ازاي تدير اللي معاك صح، لانك لو معرفتش تدير ال1000 جنيه فبالتبعية مش هتعرف تدير ال10,000 جنيه، وهكذا. وده لان العبرة مش بالارقام، العبرة في حسن الإدارة. وده اللي بيفسر لنا الصورة اللي بنشوفها كل يوم في حياتنا اليومية، وهي إننا بنلاقي أسرة بسيطة ودخلها على القد لكن عارفين يعيشوا إزاي كويس، وتلاقي أسرة تانية دخلها كبير وكويس إلا إنهم مش عارفين يعيشوا، وهتلاقيهم عايشين على السلف. قبل ما تدور على مصدر دخل جديد، اتعلم ازاي تمسك الدفة اللي في ايدك صح، ولو معرفتش تمسك قرشك مش هتعرف تمسك ألفك. طيب التطبيق العملي للقاعدة دي يكون ازاي؟ لازم يكون عندك خطة واضحة للمصاريف الشهرية، وتقسمها كده: احتياجات أساسية، التزامات ثابتة، كماليات أو ترفيه، مدخرات. لأن صدقني لو مفيش تحكم وانضباط في المصاريف، أي دخل مهما كان حجمه هيتبخر. الاستقرار المالي مش بيبدأ بالدخل الإضافي أو بزيادة الدخل، لكن بيبدأ من السيطرة على المصاريف العشوائية. واحنا عملنا حلقة قبل كده عن ازاي انك تقسم الدخل بتاعك بطريقة صحيحة، هتظهر قدامك دلوقتي في علامة الاي، وهتلاقيها كمان تحت في وصف الفيديو. القاعدة التانية: الادخار والطوارئ خط أحمر. لازم تعرف إن الادخار للطوارئ والأزمات ده شيء مش اختياري في حياتك، لكن ده يعتبر رمانة الميزان وأساس الاستقرار المالي لحياتك كلها. لأن الطوارئ والأزمات مش هتديلك فرصة أساسا إنك تستعدلها، لكن هي هتجيلك فجأة كده زي القضا المستعجل. لازم تعرف إن اللي بيخلي الأسرة تنهار مش الحياة الطبيعية العادية اللي احنا بنعيشها كل يوم، لكن اللي بيخلي الأسرة تنهار وبيكسرك صح هي المفاجآت والطوارئ والأزمات اللي بتتعرض ليها في حياتك، واللي كلنا عارفينها وعارفين لما بتيجي بتعمل فينا ايه. طيب ايه التطبيق العملي للقاعدة دي؟ لازم يكون عندك اللي يسد مصاريف بيتك الأساسية من 3 شهور ل6 شهور، ولازم تبدأ من دلوقتي. لأن صدقني لو ما عندكش درع الحماية الكافي، أول أزمة هتخبط على بابك هتخليك تفقد السيطرة وتجر رجلك للديون والأقساط ومشاكل ملهاش حدود. في حلقة كاملة كنا اتكلمنا فيها قبل كده عن انك ازاي تبني صندوق طوارئ خطوة خطوة، وهتلاقي فيها كمان حلول لكل المشاكل والعقبات والاسباب اللي بتمنعك ان يكون عندك صندوق طوارئ، وهتلاقي فيها كمان الطريقة والخطوات العلمية المعتمدة اللي تمشي عليها علشان تقدر تبني صندوق طوارئ مهما كانت ظروفك.
القاعدة التالتة: تجنب الديون الاستهلاكية. الديون اللي مش بتجيب لك دخل أو بتنمي حياتك أو بتضيف لك قيمة حقيقية في حياتك، دي أسرع طريقة ممكن تدمر بيها أي استقرار مالي. إياك ثم إياك ثم إياك والديون الاستهلاكية. والديون الاستهلاكية دي ببساطة هي الفلوس اللي بتستلفها علشان تجيب لك حاجة تستهلكها مش تكسبك. يعني مثلا قسط موبايل او قسط شاشة، او انك تستلف عشان تجيب هدية لحد، او انك تستلف عشان تجيب عفش جديد او جهاز جديد. من الاخر كده اي حاجة مش هتجيب لك عائد او هتزود دخلك او هتنمي حياتك او هتزود قيمتك وحياتك المالية، اوعى تستلف عشانها، لانها هتبقى دين استهلاكي. خدها مني قاعدة: الحاجة اللي قيمتها بتنقص مع مرور الوقت او مش هتضيف لك عائد او هتدر عليك دخل، فالدين اللي هتاخده عشانها ده يساوي دين استهلاكي. وده من اخطر انواع الديون اللي بتخليك تصرف فلوس المستقبل اللي انت اصلا لسه ما كسبتهاش علشان رغبة او متعة لحظية. في حلقتين عملناهم قبل كده عن انواع الديون، وليه لازم تعرف انواع الديون دي، وازاي انك تتعامل مع كل نوع بالطريقة الصحيحة. هتلاقيهم برضو موجودين تحت في صندوق الوصف، وهتظهر دلوقتي قدامك في علامة الاي. طيب نعمل ايه علشان ما نقعش في الديون الاستهلاكية دي؟ في قاعدة كنا شرحناها قبل كده اسمها قاعدة لا تنخدع بالقسط الصغير، افهم التكلفة الحقيقية. دي قاعدة لازم تطبقها في حياتك، لانها هتعرفك بالظبط ازاي تحمي نفسك من الديون الاستهلاكية. والقاعدة دي كنا شرحناها بالتفصيل قبل كده في حلقة كاملة، ممكن تبقى ترجع لها في اي وقت، هتلاقيها تحت برضه في صندوق الوصف. الخلاصة يا صديقي ان في 3 اعمدة بيشيلوا استقرارك المالي. لو عمود واحد منهم وقع، حياتك المالية هتقع وهتفقد السيطرة عليها. والاعمدة دي هي مصاريف تحت السيطرة، صندوق طوارئ وادخار منتظم، لا تقع في فخ الديون الاستهلاكية. ابدأ طبق القواعد دي من النهاردة، وصدقني حياتك هتتغير 180 درجة. كان معاكم أحمد مبروك من فلوسك تحت السيطرة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.